جندي ومحارب بالجيش التركي بقرر يدور على طفلة لقاها أيام ما كان محارب في كوريا وعاش معها بعض الوقت لحد ما الظروف تقرر إنها تفرقهم. يا إخوان المشكلة مش هون، المشكلة إنه قرر يدور عليها بعد 60 سنة. الحياة بشكل عام فيها شغلات كثير غريبة، الشغلات الغريبة هاي اللي بيأثر عليها الغرائز اللي جوا البني آدم، كره، حب، اشتياق، حنين، والشغلات هاي حسب الظرف يا إخوان وحسب المكان وحسب الشخص اللي أنت بتتعامل معه، إذا هذا كان الشخص منيح أو عاطل، صديق أو عدو، صادق أو كذاب. حتى طابع العمل أو المهنة اللي أنت بتشتغلها أو حتى البلد اللي تربيت فيها بتأثر عليك من عادات وتقاليد وبتأثر على شخصيتك وعلى مشاعرك وعلى كل إشي بحياتك. هاي الشغلات هي اللي بتخليك تعمل شغلات مجنونة أو غريبة. في عام 1950 صحيت كل العالم على هجوم من كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية، وبلشت يا إخوان الحرب تكبر لما قررت الأمم المتحدة تبعت 16 دولة كمساعدات عسكرية لكوريا الجنوبية، وكان من ضمن هاي الدول تركيا، عشان كوريا الجنوبية تقدر تصمد بوجه كوريا الشمالية اللي كانت الصين بوقتها الداعم الأكبر إلها. وصل الجندي التركي مصطفى أوغلو عام 1951 لكوريا الجنوبية ضمن قوات الأمم المتحدة للدفاع عن كوريا الجنوبية. يا إخوان الموضوع مش سهل، الموضوع كثير صعب، خصوصا إنه أصلا بلدك ما إلها دخل، يعني أنت رايح تطوع عشان تدافع عن بلد مش بلدك. ضل الموضوع عادي وأموره طبيعية بس لحد معين. في يوم من الأيام بقرر مصطفى يطلع جولة تفقدية لغابة كانت بعيدة شوي عن المعسكر تبعه، وهو بالطريق يا إخوان طبعا الجو كان جدا بارد ودرجة الحرارة تقريبا وصلت الصفر، عشان يلاقي بنت عمرها 6 سنين مرمية على الأرض ونايمة ومتجمدة من البرد. وطبعا زي أي بني آدم طبيعي أول إشي يا إخوان خف عقله إنه مين هاي؟ إيش بدك أنت؟ أنا طالع أدور على إشي مصايب، مش طالع أدور على بنات صغار. بس بيلاقي الغريزة تاعته ما بيلاقي حاله إلا هو حاملها وقاعد بصحي فيها وبحاول يتأكد إذا كانت عايشة أو ميت. لحسن الحظ يا إخوان كانت البنت لسه عايشة، بس وضعها الصحي كان صعب جدا، خصوصا إنه البرد كان مأثر عليها بطريقة يعني مش طبيعية. وهون بقرر مصطفى يحملها وياخذها على المعسكر التركي بين الجنود الأتراك عشان يعالجها ويهتم فيها. وعشان نكون واضحين يا إخوان الموضوع ما كان سهل بالمرة، يعني إنك تخلي بنت في معسكر في جيش والبنت صغيرة عمرها 6 سنين الموضوع مش هين. هدول الجيش جايين عشان الحرب، وكمان اللي أصعب من هيك إنه البنت كانت صغيرة، ما بتعرف إيش اسمها، ما بتعرف من وين جاي ولا وين أهلها. يعني هاي المواضيع كلياتها كانت بتأثر. وبدك كمان الأقوى من هيك، أنت كيف بدك تتعامل مع بنت هي ما بتعرفك؟ البنت هاي ما بتعرف هاي البيئة، طفلة صغيرة رايحة على مكان غريب، يعني كل الموضوع كان جدا صعب. بس على كل الأحوال الحياة الجديدة بالمعسكر راح تكون أحسن مليون مرة من إنك تنام في غابة والبرد بحاوطك من كل مكان. الجندي مصطفى اهتم فيها ورعاها وأعطاها كل الحنية يا إخوان اللي أنت بتتخيلها بطريقة غريبة ومجنونة، حتى هو كان مستغرب حاله. يعني فجأة طلع الأب اللي جوا، وبعد فترة سماها عائشة لأنه يا إخوان البنت ما كانت بتعرف اسمها. وبدنا نحكي يعني خلينا نحكي شغلة، ولو كانت بتعرف اسمها فرق اللغات بين التركي والكوري كان مأثر وحاجز صعب جدا. يعني الموضوع مش سهل، أنت تركي وهي كوري، يعني اللغات ما بتزبط يا إخوان. بس اللي كانت طاغية لغة واحدة بس هي لغة الأب. مر يا إخوان على الموضوع 10 شهور والطفلة الصغيرة عائشة تعلقت بمصطفى بطريقة غريبة وتعلمت كمان اللغة التركية، وكانت العلاقة بينهم كتير حلوة. حتى مصطفى ببعض اللقاءات بيحكي بقول إنه أنا كنت أطلع أشتري لها الأواعي الملابس الجديدة وكنت أصرف عليها من مالي الخاص وأنا في غاية السعادة. يعني الزلمة كثير مبسوط يا إخوان، كثير مبسوط في الموضوع. وطبعا زي أي إشي بالدنيا لازم ينتهي أو يخلص. بعد فترة اللي هي ال10 شهور بقرر مصطفى إنه يرجع لبلده تركيا، وبحاول يا إخوان بأي طريقة إنه يرجع الطفل معه، بس بيكونوا المسؤولين الكوريين بيمنعوا هذا الحكي وفقا للقوانين الكوري. هذا اللي بيخلي مصطفى يترك البنت عند واحد من أصحابه اللي بوثق فيهم. ومع إنه الفترة اللي كانت فيها الطفلة عائشة مع مصطفى بس 10 شهور، بس الطفلة اتعلقت فيه وبكت عليه كثير لما قرر يسافر. بس بالآخر اللي صار ومصطفى رجع لبلد. وتروح الأيام يا إخوان وتيجي السنين والأيام بتقلب ومصطفى يصير عمره 90 سنة ولساته بقلبه الحنين لهاي الطفلة بعد 65 سنة، ودائما بفكر فيها وبتخطر عباله وبده يعرف وين مكانها. والأمل ببلش يكبر من شغلة بسيطة يا إخوان، لما السفارة الكورية بتركيا بتتواصل معه وبتبلغه إنه راح تساعده إنه يلاقي مكان هاي الطفل. ضل الأمل موجود وكل ماله قاعد بيكبر لحد ما يجي تليفون من السفارة الكورية لمصطفى ببلغوه إنه من الصعب جدا إنهم يلاقوا مكانها لأنها قررت تسافر على استراليا من فترة من الزمن عشان تكمل دراستها. ومع هيك يا إخوان مصطفى ما استسلم وضل بباله إنه بده يدور عليها ويلاقيها. يا عمي اهدى شوي، يعني أنت ببلد وهي ببلد، وأنت هسه شكلها أصلا أنت ما بتعرفه ولا بتعرف إشي عنها، أنت كيف بدك تلاقيها؟ وهو راسه ألف سيف يا إخوان، لا بدي ألاقيها، يعني بدي ألاقيها، خلص مخه هيك ربنا خلقه.
هيك مخه مركب يعني، انت فهمت كيف؟ خلاص سيبوكم منه، خليه يدور عليها. تمشي الايام والموضوع كل ماله قاعد بصير اصعب، ومصطفى من جوا بقرر يرضى بالامر الواقع، بطل يربطه في هاي البنت اي اشي الا الذكريات المدفونة في المعسكر اللي في كوريا. واللي بجدد عنده الامل تلفون بيجي فجأة من السفارة الكورية ببلغوه انه هم راحوا يرجعوا يبلشوا يدوروا عليها مرة ثانية وبكثافة اكثر. طبعا يا اخوان حتى مصطفى ما بيعرف شو السبب، بس الامل اللي جواه اللي كان قرب يموت رجع وعاش من اول وجه. وحتى من كثر ما كان هم مبسوط بلغهم وحكى لهم اذا بتلاقوها تكاليف سفرها او زيارتها لتركيا على حسابه الشخصي وما عنده اي مشكلة. يا اخوان الموضوع صار عبارة عن اشتياق لإشي بالماضي، تعتبر هاي البنت جزء خاص من حياته الماضية، فهو بده يرجع لها باي طريقة. في 2010 يا اخوان بصير اللي مش ممكن حدا يتصوره، بتليفون من السفارة الكورية بوصل خبر لمصطفى انهم لقوا مكان الطفلة عائشة اللي صار عمرها 65 سنة وصارت ام وجدة، يعني صار عندها احفاد. ويا اخوان مصطفى طيران وبدون ما يفكر بمسك حاله وبطير على كوريا عشان يقابلها، واول ما يشوفها ويحضنها بيحكي جملة غريبة، بقولها انتهى الامر يا ابنتي، لا تخافي انا الان هنا. يعني مع انه الطفلة صار عمرها 65 سنة وصارت عجوز، بس ضلت بنظره هي البنت ام 6 سنين اللي لقاها ودار باله عليها من 65 سنة. وكالعادة يا اخوان المخرجين ما بيصدقوا يلاقوا قصة حقيقية او الناس ضجت عليها. بعام 2017 بيصدروا فيلم باسم آيلا ابنة الحرب. الفيلم بيحكي عن قصة محارب تركي من المحاربين القدامى وكيف لقى بنت اثناء الحرب في كوريا واهتم فيها ورجع لقاها بعد الفيلم حقق شهرة وايرادات خيالية، خصوصا لشغلة واحدة او لسبب واحد، انه الفيلم كان قصة حقيقية كانت ضجة كبيرة قبلها بكم سنة. بنفس السنة اللي صدر فيها الفيلم كان مصطفى بلفظ انفاسه الاخيرة وايامه الاخيرة. مات مصطفى وعمره 91 سنة، قضى نصهم بين الحروب والقتال والموت اللي كان يشوفه بعينيه كل لحظة ولحظة، وبنفس الوقت ضل جوا قلبه حنين وشوق لبنت. هاي البنت شافها بس يا اخوان 10 شهور ورباها وقعد معها، بس ضل يتذكرها دايما. بالنهاية بالمختصر المفيد شو العبرة من الموضوع؟ خليك ورا حلمك لآخر لحظة بحياتك. مصطفى ضل 65 سنة ورا حلمه بالإصرار والشغف. الشغف يا اخوان اللي ضل جواه وما ترك ولا لحظة، والأمل اللي كان بكبر وبطوي قدام عينيه عشان يقدر يكمل حياته ويحقق حلمه. وأنا متأكد لو مصطفى ضل يوم في حياته راح يضل ورا هذا الحلم. سلام.